السلام اخوان، نتمنى تكونوا راكم بيامون. تلقينا واحد خبر مفاجئ اللي تصدر يوم 20 فبراير 2025. هاد الخبر يكون صادم شويه بالنسبه للمهاجرين غير شرعيين هنا في فرنسا، بالاخص الناس اللي غاديين في ديمارش ديال الزواج مع فرنسي او فرنسيه. المهم في يوم 20 فبراير 2025 تم اصدار قانون منع الزواج من فرنسيين مع أجنبي أو أجنبية بدون وثائق في فرنسا. والسبب أنا غنقول لكم علاش. يعني غادي نرجعوا للإسطوار ديال 2023. المهم غنلخص عليكم، ما نطولوش بزاف. نسيليكسيوني هاد البلاصة هادي، فوالا يمكنكم تقراوها. المهم في يوم 23 2023 تم منع الزواج من فرنسية مع أجنبي اللي هو أصول هو جزائري، مع ذلك عنده أوكوتيف. المهم السبب الرفض ديالو حيت عنده أوكوتيف. هاد الجزائري حط واحد شكاية ضد هاد لو ميغ اللي كاين في لاميغي دو بيزير اللي كاينه في مدينة مونتبولي. المهم حط واحد الشكاية ضدو وتم قبول هاد الشكاية هادي، وحكموا على هاد لو ميغ اللي سميتو غوبير مينار. تم حكم عليه 5 سنوات سجن، واحد غرامة مالية 75,000 أورو. هنا غادي يدير واحد الضجة ديال وسائل الإعلام الفرنسية، كلشي غينوض يهدر. مجلس النواب الفرنسية تاهما غيناقشوا هاد الأمر هذا، وفجأة حطوا هاد القانون هذا اللي صراحة اللي هو صادم. وما كاينه حتى شي دولة أوروبية، كنظن أول دولة أوروبية غيحط هاد القانون هي فرنسا. مهم واحد الحاجة بغا نقولها لكم مهمة، بأن كي تكون هنا بدون وثائق أنا لا أنصحك تكون بالأخص مع الفرنسيين ولا شي واحد أجنبي، ولا جامي تقول بأنك راك سون بابي. حيت هاد الميديا هادو ديال فرنسا كيطرقوا في واحد الموضوع، أن واحد بدون وثائق موجود فوق الأراضي الفرنسية يعتبر مجرم، فهمتيني. المهم هادشي اللي كاين، و كنتمنى تكون استفدتوا هاد الفيديو. السلام عليكم.